بداية بدي رحب فيكم جميعا بلغتي الكردية وإلكم إيفار بخير بي وين بخير هاتن. أصدقائي أعزائي، نقف اليوم في قلعة حلب، قلعة الصمود والعراقة. نحتفل بحدث افتتاح قلعة حلب بيوم السياحة العالمي، ونحتفل أكثر بشعبنا السوري، شعب السوري العظيم، سوريا القوية بشعبها، هذا الشعب الذي عاش الألم ولكنه لم ينكسر، هذا الشعب الذي مر بالعواصف ولكنه وقف شامخا كالجبل. نحن هنا جميعا كردا وعربا وسوريانا وأرمنا وشرقسا، أبناء بيت واحد اسمه سوريا. تنوعنا ليس فرقا بيننا، بل هي قوتنا وجمالنا. هذه الأرض احتضنتنا جميعا ووحدت صوتنا بمقولة سوريا باقية بشعبها الموحد. أما عن الموسيقى والفن، كما نشاهد اليوم اللوحات الموسيقية المتنوعة والفن والأصالة، فهي مرآة روحنا، لغة نفهمها كلنا مهما اختلفت ألسنتنا، لحن واحد يوصل رسالة واحدة. نحن شعب حي نغني للحياة، نكتب للأمل، ونحمل صورة سوريا الحقيقة، أرض السلام والجمال والإبداع. من قلعة حلب نقول جميعا: نحن شعب واحد وسنبقى دائما أقوى معا. اسمحوا لي أن أقدم الفرقة الموسيقية الكردية، فنانين وفنانات من أرض الزيتون، من عفرين رنجين، كوما آري، زقف لعفرين ولكوما آري. تفضل.
Thank